الأولى السي علي بن شيخ، كيف يمكن أن يقيم المرحلة الأولى هذه بالنظر لما شاهدته من لقطات؟ نقيموا المرحلة الأولى هذه ستادير كرة احنا اللي تحكمنا فيها أكثر من المنافس كما تقول. اون كري بوكو دوكازيون دو بوت اللي ما كونكريتيزيناهمش، ما عرفناش نسجلوهم. هذه وحده. شفنا ليكسي كيما عموراه يفولي التوبري حب يسجل صح باش يسجل، الور كو هكذا ما يسجلش، لازم يخمم باللي يلعب مع صحابه كي تجي وقت التسجيل يسجل. المهاجم لما يحب يسجل اتوبري ما يسجلش. تكحسلو. دونك انا نظن بريمير ميطون سي ان بون تيست دونترينمون، سي ان بون انترينمون. شفنا قبل ايام قليله من مليح كي خيروا هاد ليكيب هادي ماهيش قويه، دونك مليحه دار واش لازم سيات اون بريمير ايكيب براتيكمون اللي ما لعبتش من بعد دوزيام ميطون. دونك شاف اكزاكتومون تو لي جوار سوف بن سبعيني بيان سور. مي انا نظن سي ان بون سبارينغ بارتنر، انطرينمون مليح. نعم، مباراة فعالية في الشوط الأول. شرح كلش على عمورة اللي بيت لي راطا وتكلمنا عليها، ولكن البرومي بيت جا من عند عمورة. الهدف الأول نعم. الهدف الأول جا من عند عمورة. أنا واش تحيرت شوية في مش عارف جماعة ولا يسون داكور. الادفيرسير شفناه ماشي حاجة قوية ولا، ولكن شفنا غير هذوك لي كونتر فيت باش يعرفوا شويه. شفنا مازا مي لي زوتر ميليو ما شفناهمش كاع يبارتيسيبي ولا تاك، الور كو يافي بوكو ديسباس، كنا مسيطرين بوكو ديسباس وكنا نجموا. ما شفناهمش لحقوا سجلوا ولا يمد لا ديرنيير باس ولا يراوغ ولا يتيري، ما شفناهمش. ستادير يجيبوها يمدوا ورانا هنا. جي لامبريسيون كو راح يدير لا ديفونس الميليو تيري يقعدوا كيف بور ديفوندر بوكو بليس، وانتوما مدوا غير لي بال، خليو الثلاثه هذوك تاع الهجوم وشويه مازا. اي لا مع الارجنتين سافا اتر اون باتاي ميليو تيرا هما سي با لا ريغولاد. سي فري ان شاء الله. ما برك على عمورة وهو ولا يشوفنا ممكن يستفيد. عمورة نتكلموا بزاف ما سجلش ما ننساوش بلي عمورة سيتا او يلعب يدي غوش، ماهوش يلعب افونسونت. صحيح. هذه وحده. وهو لازم هو يفهم بلي كي ما تماركيش ماهيش لا فان دي موند، خاطر انت ما راكش افونسون، ما راكش قلب هجوم. تنجم الدور تمد لصحابك يسجلوا، درت الدور تاعك. لان اني لي سي كوا يراوغ يمد لصحابه يروحوا يسجلوا كي اللي سجلت بصح. ولا انت داير روحك باسكو انا كنت نسجل واليوم مانيش نسجل لازم نسجل. لا، دير دور تاعك كايلي غوش في الكولوار غوش، العب مد لصحابك سي يعطي لهم يسجلوا، ومن بعد هذاك البيت يعاود يجي وحده. صحيح. لكنني حبيت نروح لعلي بن شيخ لانه قال الاسبوع الماضي او قبله لما لعبنا مع هولندا، قلت انني فهمت المدرب بيتكوفيتش طريقه تفكيره. هل تعتقد انه في الطريق الصحيح يا علي بن شيخ لما نشاهد بانه لا يشرك التشكيله الاساسيه؟ بالتاكيد كما قال لك سمير، ميلو جديات مقبله قال لي ماهيش مهمه جدا، راح يخرج لي ميور وعلى باله يعرف لي كاركتيرستيك تاع كل واحد. هل فهمت انت المدرب طريقه تفكيره لما يلعب لك شوط ب 11 لاعب ثم الشوط الثاني 11 لاعب مغاير تماما؟ صافي ديالو يقول لك مستحيل انه هذه هي التشكيله الاساسيه ولا هذه هي، راح يكونوا شويه منا وشويه منا. وكان عندك فرصه امام بوليفيا انك تشرك التشكيل الاساسي. لحد الان لا نعلم اذا كان راح يلعب ب4 مدافعين امام ارجنتين او ب3 مدافعين، لكنه اشرك الجميع، يعني كامل اعطيتكم لو طونجو على كل حال. ولكن رضوان انت حاجه ما حبيتش تفهمها. الارجنتين كيف لعبوا بليكيب تاعهم؟ نو المدرب يعرف ليكيب تاعهم اللي راح تدخل، يعرفها كاع العالم يعرفها. صحيح. ما عندهم ما يخبيو. يديروا ماتش اميكو ما لعبش. ماشي احنا ماشي قضيه او يخبي، ما عنده ما يخبي. واش يخبي انا؟ ما عنده. الارجنتين ما خباوش اللي هما شامبيون دي مود. فرنسا ما خباتش كاع، ما يخبيوش. ما كانش من هذا ويخبي ولا سياهم كاع، وهو يشوف يحوس على كيفاش ليكيب
تنجم تتحسن باي لعب اكس او ايكغيك. انت كنت قلت لي منذ اكثر من شهر انه التشكيله الاساسيه تقريبا راهي موجوده في راسه في راسه كاع شوف كاع لي زيكيب ناسيونال المدرب واللي معاه عندهم بالك ان جوار تري بن سبعيني شكون قال لي تبليسه وما يلعبش ممكن ما يلعبش ولا ما لعبش غالب المدرب مي هو لو كان اون بون سونتي بن سبعيني يلعب. مي نهضروا على لا ماجوريتي على لا ماجوريتي. لكن اذا تبعت لا لوجيك تاعك هذه صافي دير وشنو هي الفائده تاع مباريات وديه كيما هذه بما انه خلاص هو داير في بالو شكون يلعب وراه يسي 11 ثم 11 ومن بعد كيفاش اسكو كاين دي جوار اللي يفون غاني دي بوان يعني يكسبوا نقاط او خلاص ما تكسب نقاط يقول لك نو راك لعبت مع لا بوليفي انا في راسي مع الارجنتين بن شيخ واكساس وجديات وسامير هما اللي يلعبوا حتى ويجوا واحد اخرين يبانوا احسن. رضوان بور سارتان جوار يقول لك نشوف ولا يكسبوا النقاط يحب يشوفهم فهمني. مي هو ليكيب تاعو راهي باينه اللي تدخل هذه وحده. ثانيا تقول وعلى ما لعبش ليكيب تيب من الاول حتى الاخر سواء مع الهولند ولا ما يلعبش من الاول حتى الاخر لان هاد اللاعبين كاع يروفيان دان شامبيونا كاع لعبوا في لي شامبيونا تاعهم يا ان بو لا فاتيغ هكذا يا لو ريسك دي بلوسير اوسي كي تلعب 45 مينوت وتريح ماشي كيما تلعب 90 مينوت تنجم تتبليس على العيا يدخل لك العيا الور كو عندك كان شامبيونا طويل كان في رجليك فهمني. ولهذا هو يسيه هو راه يشوف سي ان اونطرينمون او على بالو بلي شكون اللي يلعب في هذا البوست شكون ليكيب اللي راح تدخل او ما على بالو بهم ممكن غير تاع بن سبعيني ولا ما تدخلش تما تقعد له اسكو يلعب 3 5 2 اسكو يلعب 4 هذيك المدرب هو اللي على باله مي لي جوار سي لي مام مش يلعب 3 5 2 ولا يلعب 4 3 3 اللي مام جوار تتغير طريقه اللعب برك هذا ما كان واضح بوسيبل عليه ماهوش موافق سي عليه مانيش موافق بوش كدرت لي نحب نحرك راسي لا ميسي شوف هكذا لا ماشي ميسي ماشي مانيش موافق مانيش الارجنتين جاب لي ربي تلعب لهم 3 زاريا سونترو في لي كونتري سون تري فيريمون تري رابيد ولي زيسباس هادوك سافا ديفيسيل سافا اتر نظن ديفيسيل وشنو بار كونت عنده الحق سمير يفو جوي يفو لي زانكيتي ايوا تلعب كيما هما كيما انت العب هما الارجنتين بطل العالم وانت الجزائر من بعد يعني ما لازمش هذيك نسوزيستيمي يعني شفنا توتالور كيفاش الفريق في بريمير ميتون تاع لافريك دو سود خلص الى بيي باسكو قعد للور تراجع بزاف. شوف كيفاش كي تراجع بزاف خلصها غاليه رضوان ما تقولش راني نسوزيستيمي لا نحي هذه الكلمه مانيش نسوزيستيمي الارجنتين لا انا قلت لك ما لازمش نسوزيستيمي مانيش نسوزيستيمي الارجنتين يفو جوي انت كاع لعب لعبك يفو يسي داتاكي يفو يسي دو غاردي البالون يفو يسي دالي فير لافون اون ميم طون توبليجيها الارجنتين تولي اللور فهمني. لا فرنسا سي اون غروند ايكيب ولكن كي لعبوا مع لا كوت ديفوار هل لا كوت ديفوار قعدت للور عطاكتهم مباراة ودية ما يهمش كيف ما هما ماشي ما كاش مباراة ودية. انا لعبت لونسيان كولونيزاتور مع اللي كان مستعمر ماشي كيف يدخلوا بشحن اخر دونك اتاكات لا غاني الماتش. كنت دخلتونا مباشرة في لقاء الارجنتين نروحوا سعلي هذه القضية هل هي زوبعة في فنجان أم ما الذي حدث حتى أصبحت قضية رأي عام في الأرجنتين؟ واش الدور تاع الصحفيين؟ بالي شوف أنت يخطفوا هاد الحوايج هادو ويرجعوها ما نعرف واش باش يخدموا الصحافة المصرية كيف كان حاجة هكذا يكبروها يرجعوها هكذا. أنا نظن ماذا أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم ولا معروف عالميا ولا معروف في العالم. لا هو معروف ديجا لا في الامريك دي سيد كي مام يلعب بايرن ليفركوزن كاين اللي ما يعرفوش شبيك كاين اللي ما يعرفوش ما تغلطش ماشي باسكو تلعب بايرن ليفركوزن كي تلعب في البايرن وتخرج تدي كوب دوروب وكذا تولي معروف ماشي معروف دوكا لو موند اونتي يعرف مازا خاطر شيعوه وهذه حاجه مليحه ما هي ما عندها والو هم يهضروا بركه وغدوه
غدوه نربحوهم ولا نيل. واحد ما يهضر ولا ربحونا يزيدوا يقولوا له هايا مازال نربحوا، هم يخدموهم يمشيو فوزات دي جورناليست تعرفوا واش ديروا. لكن هل ستؤثر على اللاعب؟ ما تاثر عليه كونتر، هو فرحان، هو يقول لك دوكا في كاع في المكسيك في الامريك دي سيد لي نور سيد الدنيا كاع يكون مدير المواجهه في المقابله يشوفوها بيان سور. لا دوك اللي ما يعرفوش يحوسوا يشوفوا شكون هذا. لا سيكون متابع، حبيت نقول في ارضيه الميدان مثلا لاعب كيما ديبول بعض العناصر ربما حدير له ماركاج سبيسيال. لا لا يعني هما الارجنتين باينه كي تروح الكره كل واحد في سيدي ماركات براتيكمون دو زون، كل واحد يحكم الجوار اللي يجيه عنده، ماشي لازم يربط مازا ولا كيما احنا ميسي، احنا رايحين دوكا ميسي رايحين يحطوا له واحد يتبعوه او لا تتبعوا انت تكره حياتك خاطرش يضل يمشي يكرههم بعد ولا قلع لك ما تفهم. دونك الحسيه ماركاج دو زون يلعبوا نورمال كي دو بول ولا مسعود ياتاكيو مازا ولا يجي قدامه مش عارف شكون اي ميليو تيرا ولا اتاكو ياتاكيو لو بلي نورمالمون دي مود. إشادة كبيرة جدا من الإعلام التونسي باللاعب أنيس الحاج موسى، والذي يرونه أنه راح يكون خليفة قائد منتخب الجزائر رياض محرز هذا، وأنه يلعب بنفس المركز ونفس ستايل اللعب. طبعا أنيس الحاج موسى عنده مراوغات وهكذا، لكن إلى الآن لم يصل إلى درجة أنه يصير مثل رياض محرز. طبعا كل واحد عنده لمسة خاصة في النهاية، لكن نرى طبعا مثل ما شفنا أنيس الحاج موسى عنده يعني في الفينش نقص شديد، ليس مثل اللاعب الجزائري الآخر رياض محرز أنه ما يرحم إذا وجد المرمى، وأيضا مراوغاته بسرعة تنفيذ مراوغات أسرع من أنيس الحاج موسى. لكن سنرى يعني أو اللاعب الذي ستعتمد عليه الجزائر أظن كأساسي في المنتخب أو في المونديال اللي هو أنيس الحاج موسى.